السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله قبل ما ندخل في شرح أي زمن هناخد شوية حاجات أساسية بتخلي اللغة الإيطالية مميزة أو مختلفة عن باقي اللغات. إحنا دايما بنشوف في الجمل مثلا في نهاية الفعل بيكون أو إي أو أو إيامو، مثلا بارليامو، بارلي، بارلانو، أي حاجة. فإحنا عايزين نعرف إمتى أنا أقولها كده، إمتى أقولها كده، إيه هي التصريفات دي أصلا، وفي نفس الوقت تكوين الجملة في اللغة الإيطالية بيكون عامل إزاي. فدرس النهاردة هنتكلم عن تكوين الجملة، هنتكلم عن تصريفات الافعال، هنتكلم عن حاجه اسمها i verbi modali، وهنتكلم عن الافعال ريجولاري، الافعال المنتظمه، والافعال الايريجولاري. فاحنا عندنا 5 نقاط هنتكلم عليهم قبل ما نشرح اي زمن. انا عمر ومعاكم من اكاديميه عمر ايطاليكا. يلا بينا. اول حاجه في اللغه الايطاليه احنا عندنا مثلا في الانجليش الفعل لو هو مثلا مفرد بنحط له اس، ولو جمع بنشيل الاس. في العربي بنجمع جمع معين بنضيف نهايات معينه للفعل في نهايته. الايطالي نفس الفكره، احنا مثلا فعل مثلا يفعل، هو يفعل، هم يفعلون، فاضفنا الواو والنون. نفس الفكره، نفس المنطق، نفس المايند سيت في الايطالي. احنا في الايطالي علشان نتكلم على انا، انتم، انت، نحن، هم، بنخلي الفعل ليه نهايات محدده وبنشيل حاجه معينه وبنحط النهايات دي واحده واحده. يا عمر، الفعل في اللغه الايطاليه بيكون ليه نهايه ثابته، بروح انا شايلها واحط الحاجه اللي انا عايزها. طيب قبل كل ده احنا عندنا في اللغه الايطاليه حاجه اسمها i pronomi personali، الضمائر اللي هو انا، انتم، والحاجات دي بنقولها ازاي؟ io انا، tu انت، lui هو، lei هي، voi انتم، noi نحن، ولورو هم. هي دي الضمائر اللي بناء عليها بيتم تصريف الافعال. في اللغه الايطاليه احنا عندنا 3 مجاميع للافعال، 3 اشكال للافعال. عندنا افعال مجموعه اولى بتكون الفعل يعني اخره اري، مجموعه ثانيه بيبقى اخره ايري، مجموعه ثالثه بيبقى اخره ايري. فمثلا في المجموعه الاولى فعل شبه لافوراري، في المجموعه الثانيه فعل شبه بريندري، في المجموعه الثالثه فعل شبه بارتيري. عشان لما يجوا يسالوك في الكورس يقولوا لك مثلا بارتيري دوت مجموعه ايه، تبقى عارف ان هو مجموعه ثالثه. يبقى النهايات اري، ايري، ايري. بناء على كل مجموعة بيتم تصريف النهايات. في حاجات بتكون متشابهة وفي حاجات بتكون مختلفة. طيب تعالوا الأول ناخد مثلا المجموعة الأولى لافوراري. احنا قلنا ان احنا بناء على البرونومي بيرسونالي أو الضمير بنحط النهاية. يبقى انت كده رتب مع دماغك، انا عندي في الايطالي ضمير، بصرف الفعل بناء على الضمير ده، بشيل الاري واحط النهايه المعينه. خليني ارسمها لك تاني. عندك فعل الاول تبص عليه ده مجموعه مثلا اولى، تروح شايل الاري وتحط النهايه اللي هنقول عليها لسه حسب الضمير الشخصي بتاعك. تعالوا ناخد تصريفات. اول حاجه مثلا الفيربو لافوراري. طيب احنا لافوراري ده مجموعة أولى، المجموعة الأولى كلها ليها تصريفات ثابتة، دي الأفعال المنتظمة. تمام؟ مثلا إيو بتبقى النهاية بتاعتها أو، فلافوراري عمر قال لي شيل الآري وحط الأو هتبقى لافورو، يبقى إيو لافورو. كده الجملة منضبطة، ما ينفعش تغلط في الحاجات دي علشان الناس بتغلط فيها في الكلام بيكون شكلها مش كويس. يبقى الإيو مع الأو، التو معها إي، اللوي واللاي معها الفوي معها آتي، النوي معها يامو، اللورو معها آنو. فمثلا lavorare io lavoro، tu lavori، lui واللاي lavora، noi lavoriamo، voi lavorate، loro lavorano. آخر ملاحظة خاصة باللورو، الناس في النطق بتتلخبط بتقول lavorano، لا هي lavorano. l'accento مش على آخر سيلة، فلافورانو، بارلانو، وهكذا. يبقى دوت مع الآري. أي فعل منتظم ريجولاري آخره آري هنصرفه بالشكل ده. خلينا مثلا ناخد فيربو شبه بارلاري مجموعة أولى، عمر قال لي شيل الآري. صرفه كده مع الفوي هديك 4 ثواني. شاطر. بارلاتي. صرفه مع النوي. parliamo بالظبط، الله ينور عليك. يبقى مثلا io parlo، tu parli، lui واللاي parla، noi parliamo، voi parlate، loro parlano، مش parlano، لا parlano. تمام زي الفل. بعد كده ده المجموعة الأولى الآري.
طيب هما الآري المجموعة التانية والإيري بيتشابهوا مع بعض، يعني التلاتة فيهم حاجات متشابهة مع بعض، الاختلاف بيكون في ضمائر معينة هنقولها في الآخر كده بعد ما نخلصهم كلها. طيب الآري بتبقى برضو إيو معاها أو، يبقى مثلا prendere إيو بريندو، أو إيو أو، تو إي، لوي واللاي الآ خلي بالك في اختلاف هنا. النوي يامو نفس الحاجة، الفوي آتي في اختلاف هنا، اللورو اونو. انت هنا عندك اختلاف في الفوي وفي اللوي، ركز تمام، وفي اللورو طبعا. طيب يبقى احنا كده مثلا ناخد فيربو شبه فيربو مثلا بريندر زي ما قلنا، io prendo، tu prendi، lui واللei prende، noi prendiamo، voi prendete، loro prendono. نفس الفكرة، مش prendono لا prendono، ono كأنها كانت ano، يبقى quindi lavorano، prendono. ركز في الحاجات دي الافعال المنتظمة في التصريف الثاني اللي هو المجموعة الثانية. طيب مع الايري مثلا ناخد فيربو بارتيري، مع الايو تبقى او برضو، مع التو اي برضو، هيبقى مع اللوي نفس الفكرة شبه الاري تبقى اي، مع الفوي ايتي، مع النوي يامو، مع اللورو اونو. طب تعالوا كده نبص للصورة الكاملة. احنا عندنا اختلاف في كلهم. في اللوي هنا اول واحدة بارلا، المجموعة الثانية المجموعة الثالثة يبقى الثانية والثالثة شبه بعض. طيب الفوي كلهم مختلفين، هنا آتي آتي إيتي. لما تذاكر اعمل كده، الإيامو كلهم شبه بعض، النوي كلهم شبه بعض، الإيو كلهم شبه بعض، التو كلهم شبه بعض، اللورو المجموعة الأولى مختلفة آنو، الثانية أونو. يبقى أنا عندي كده عرفت الرسمة الكاملة لما اجي احفظ عشان الموضوع يكون سهل عليك. عندنا آخر حاجة بيكون في أفعال هي ليها فورمة معينة بس هي منتظمة عادي، شبه مثلا فيربو فينيري. فينيري دوت بتبقى نهايته إيسكو مع الإيو، إيشي مع التو، إيشي مع اللوي واللاي، يامو، فينيامو، فينيتي، إيتي، وفينيسكونو. يبقى المختلف هنا الإيو والتو واللوي واللاي واللورو. تمام؟ دي بيكون أفعال معينة وبتعرفها مع الوقت، شبه مثلا فيربو فينيري وهكذا. يبقى لهم كده فورمة معينة، مع التدريبات هتبان عندك. طيب القواعد ديت للأفعال المنتظمة. عندنا حاجة بعد كده اسمها فيربي irregolari، أفعال غير منتظمة. طيب الأفعال الغير منتظمة ديت هيكون عندكم PDF موجود فيها أشهر الأفعال الغير منتظمة. بنتعامل معاها إزاي يا عمر؟ الأفعال الغير منتظمة بيتم حفظها. إحنا في الأول يا إخواننا سواء الفعل منتظم أو غير منتظم بنتدرب مع المعلم اللي معانا إن إحنا الحاجات دي كلها بتكون حفظ في هيئة جمل وكلام من ده، بحيث إن الموضوع يكون سهل علينا. لكن بالذات الأفعال الغير منتظمة في أي لغة لازم تحفظها. اشهر الافعال ديت مثلا فعل شبه اسري، هو هنا مصرف من غير قاعده، io sono، tu sei، noi siamo، voi siete، loro sono. مثلا andare، io vado، tu vai، noi andiamo، voi andate، loro vanno، lui والlei va. فالافعال دي fare نفس الفكره، faccio، fai، fanno، fate، fa، وهكذا. يبقى الافعال دي كلها irregolari ملهاش قاعده، هنعملها هنحفظها. تبقى حفظ الحاجات دي تحت لكم ان شاء الله في الويب سايت بلاي ليست كده معينه او PDF صغير تحفظوا اشهر الافعال دي وتحاولوا تستخدموها في اللغه اليوميه. اخر حاجه عايز اكلمكم عنها حاجه اسمها ايفيربي مودالي. طيب ايه هم يا عمر ايفيربي مودالي؟ هم بيكونوا عباره عن 4 افعال وكلهم غير منتظمين. طيب بالبلدي خالص الافعال دي انت لما تصرف الفعل الاولاني الفعل اللي بعدها بيجي في المصدر. خليني اقول لك جمله، io devo andare، هنا صرفت اول فعل وحطيت andare في هيئه المصدر، دي قاعده عامه. طيب ال4 افعال دول هم dovere، sapere، volere و potere. فمثلا io posso andare a Roma، فانا صرفت هنا potere قلت io posso. طيب هعمل معاهم طبعا هتحفظ الافعال ديت لانها كلها شواذ. مثلا io devo mangiare adesso، انا لازم اكل دلوقتي. الافعال دي كلها انت بس تعرف ان القاعده العامه بتصرف الفعل المدعى عليه اللي هو احنا قلناهم ال4 افعال دول وبتحط الفعل بعد كده في المصدر. io devo andare، devo venire، devo mangiare، devo partire، اي حاجه من دي. فدي فيربي مودالي. احنا كده النهارده اخدنا درس بحث شويه نظري، عرفنا يعني تصريفات الافعال، عرفنا ايه هي مجاميع الافعال، عرفنا الافعال المنتظمه والغير منتظمه، وعرفنا فيربي مودالي. الحصه اللي جايه هناخد اول زمن
من ازمنه اللغه الايطاليه اسمه البريزنتي انديكاتيفو. هنشرحه بطريقه بسيطه خالص، بس اهم حاجه النهارده انك تعمل تدريبات كتيره جدا وتحفظ الافعال المهمه علشان الموضوع يكون سهل عليك. اشوفكم الحصه اللي جايه، شكرا جدا، سلام عليكم.